ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وزي الفل. كنت قاعدة مع صديقتي الأمريكية اللي هنا من يومين تلاتة كده، قاعدة لطيفة كده يعني بتطمن عليا وعلى حالي. لقيتها بتسألني في وسط القعدة بتقولي: نشوى، انتي حابة العيشة هنا في أمريكا؟ حسيتها شاكة في أمري كده شوية. ف طبعا انا بطبيعه الحال قبل ما اجاوب على اي سؤال بحب افكر فيه بقى واخد وادي فيه، يعني لازم افكر في السؤال كويس جدا قبل ما افكر اقول اجابه سطحيه كده يعني او اجابه عاديه كده. قلت لها لا، يعني ايه، ما تسالينيش الفتره دي عن اي حاجه عشان الفتره دي هتبقى كل اجاباتي سلبيه يعني، فلا اساليني بعدين، يعني اساليني بعد شويه. بس لما قعدت بيني وبين نفسي كنت حابه ان انا عندي فضول اعرف انا فعلا يعني، او لو حد بيسالني بشكل عام يعني وانت يعني شايفه الحياه هنا ايه يعني. المهم انا عايزه اقول لكم الاجابه الاول قبل ما اعديها عليها، يعني هطرح عليكم الاجابه، قولي لي رايكم في الكلام اللي هقوله لو الناس مجربه طياره معديه خير ان شاء الله. الواحد بقى يخاف من السيره دي. خلوني بس اقول في الاول كده ان الحياه هنا في امريكا الناس بتبقى شايفاها يعني زي الصوره كده، انت شايف الصوره من بعيد، لكن لما بتيجي تقرب من الصوره بتلاقي لها تفاصيل كتير وملامح كتير وانت ما تشوفهاش ابدا من بعيد، او ما تشوفهاش من لو انت بتتفرج على الصوره من بعيد كده. لكن لما بتقرب من الحقيقه وتقرب من العالم ده بتشوف تفاصيل كتير قوي، معرفش بقى الناس بتبقى عارفاها ولا مش عارفاها، الناس متخيلاها ولا مش متخيلاها. انا هقول على الموضوع بإحساسي ومن وجهة نظري، وفي الفيديو ده هحكي لكم فيه عن فعلا الجانب اللي أنا بحبه جدا في البلد دي، والجانب اللي مش هقول يعني ما بحبوش، بس هو بيتحداني، يعني هو بحس انه بيحط راسه براسي كده وبيبقى الموضوع تشالنجينج وفيه تحدي كده. خلوني أبدأ معاكم بالجانب اللي بحبه، الجانب اللي بستمتع بيه. أول حاجة ممتعة جدا في الحياة هنا النظام، كل حاجة ليها قواعد، مواعيد بالثانية. الحاجات دي بتسهل على الواحد، بتخلي الحياة تمشي كده سلسة. حتى لو الحياة مش سهلة، يعني حتى لو المشوار نفسه مش سهل، لكن النظام فيه حلو، كل حاجة واضحة. ومش بس النظام في الشوارع وفي القوانين وفي إشارات المرور وفي اليوفط اللي في كل مكان توضح لك انت فين ورايح فين، لا ده كمان النظام في كل تفصيلة صغيرة في يومك، يعني حتى الحاجات اللي انت بتعدي عليك في اليوم كده وتبقى يعني ما انتش مركز فيها، فيها نظام دقيق جدا. يعني مثلا باص المدرسة بيجي في نفس الميعاد كل يوم بالدقيقة. لو قالوا الساعة 7:32 ابنك يبقى واقف قدام البيت، يبقى 7:32 الباص هيعدي من قدام البيت. المواعيد هنا مش تقريبية، يعني ما فيش حاجة اسمها ايه انا في الطريق. حتى لو رحت الدكتور في ميعاد محدد يبقى هتروح على الميعاد المحدد بتاعك، تدخل تخلص تمشي. مفيش بقى قاعدة وانتظار بالساعات والحضور بالأولوية وتعالى خد دور، مفيش الكلام ده. الإيميلات من المدرسة يوميا لو في حاجة ابديتس جديدة ليهم، كل حاجة فيها مكتوبة. الايفنت بتاعهم في اليوم الفلاني الساعة الفلانية، تيجي بدري قبلها بربع ساعة. تعملوا حسابكم هتصينوا لولادكم في المكان الفلاني قبل ما تسيبوهم وتروحوا المكان الفلاني. عارفين راسمين خريطة للحوار. انت لو دخلتوا على الموقع بتاع اي خدمة عايزين تعملوها هنا، عايزين نطلع رخصة، عايزين نروح نقدم على سوشيال سيكيورتي نمبر، عايزين نطلع ورقة من المستشفى الفلانية، عايزين نشترك في تأمين صحي في الحاجة الفلانية، ودخلتوا على الموقع بتاع الخدمة اللي انت عايز تروح تعملها وكتبت وبحثت كده ايه المطلوب، هتلاقي تفاصيل رهيبة. فالنظام بيريح الدماغ لانك مش محتاج تفكر هعمل ده ازاي. من الحاجات برضو اللي حبيتها قوي في البلد دي الفرص. الفرص في أمريكا موجودة، بس ده مش معناه إنك هتتكعبل فيها وانت ماشي، ومش معناها إن كل حد هينجح، بس معناها إن في باب أهو، دورك انت بقى تسعى وتخبط وتفتح الباب وتدخل وتنجح في المكان اللي انت فيه. وطبعا اللي بيحاول يشتغل على نفسه وبيجتهد بيلاقي فرصة وبيلاقي طريق. يعني انا مثلا لما جيت ابدا شغل ما بداتش في شغل مثالي من اول يوم، بدات خطوه بخطوه واتعلمت وطورت من نفسي وكونت خبره لحد ما وصلت لمرحله احسن شويه. بس مفيش حد هيمسك ايدك ويعديكي يجي يقول دي واسطه احنا عارفينه. الحاجات دي مش موجوده هنا. وخلينا نتفق ان دي حاجه مهمه جدا لان مش كل الدول بتبروفايد ده، بتقدم ده. في ناس مجتهدة جدا
وطموحة جدا وعايزة تشتغل على نفسها وعايزة تطور نفسها، بس بتحارب في مكان with very slim chances. الفرص اللي قدامهم صغيرة جدا وضئيلة جدا، وممكن أوقات كتير جدا يحتاج زقة من حد. فالفرص موجودة، بس محتاجة مجهود ومحتاجة شغل ومحتاجة حد جد جدا. تعالوا أقول لكم بقى على الحاجة التالتة اللي بحبها هنا، الخصوصية. وأنا أقول لكم ليه؟ ده أنا أوريكم. سواء قاعد في جنينة بيتك، سواء قاعد في البلكونة بتاع شقتك اللي انت مأجرها، سواء حتى قاعد في شقة مع ناس زمايلك، شقة شركة مع بعض، في خصوصية. كل واحد في حاله. انت قاعد بتصور فيديو في الجنينة بتاع البيت وناس حواليك، مش هتلاقي حد ولا مركز معاك ولا واخد باله منك ولا بيبص من الشباك ولا بيبص من السور. خصوصية هنا هايلة. هنا كل واحد في حاله. انا هجيلك يبقى بميعاد، محدش بيتدخل، محدش بيحكم عليك اللايف ستايل بتاعك ده شكله كده ليه. ده بيديك مساحة تبقى نفسك، مفيش ضغوطات بقى. المفروض تبقي تعاملاتك مع جوزك بالشكل الفلاني، المفروض تعاملاتك مع ولادك بالشكل الفلاني. التحكمات دي والتدخلات دي مش موجودة. محدش اتدخل في طريقة لبسك. شوفي، رغم انك شكلك مختلف عنهم جدا، بس محدش اتدخل في طريقة لبسك. حتى الجيران في علاقة احترام بس من غير تدخل. انا ممكن اعدي يومي كامل، ممكن اعدي ايه ده، انا ممكن اعدي اسبوع كامل محدش يسألني في حاجة. طبعا اوقات ده بيبقى مريح جدا واوقات تانية بيبقى ممل جدا. اللي هو ايه ده، مفيش جار رخم كده يجي يغلس عليا شوية، او واحدة جارتي تقول لي ايه ده انت خاسة اليومين دول، ايه ده انت تخنانة اليومين دول. مفيش الحاجات دي. الحاجات دي بتوحشني شوية. طيب يا ستي، كلمينا بقى عن الجانب اللي فيه تحدي شوية. الجانب اللي لو الناس ما اتكلمتش فيه، ناس تانية بتروح تتفاجئ بالحاجات دي. التفاصيل الصغيرة بقى اللي بقولكوا عليها، لما بتقربوا من الصورة تلاقوا تفاصيل ما كانتش على الحسبان. يعني يمكن أصعب حاجة بحسها هنا المسؤولية الكاملة وقع عليك. يعني مفيش أميل على حد. عارفين انتوا الحتة دي؟ هسيب الولاد عندكوا الساعتين دول على ما اروح لميعاد الدكتور بتاعي واجي. مامتي ولا اختي ولا مرات اخويا قريبة مني عاملة أكلة حلوة، عدي عليا طبق عشان انا راجعة من الشغل مش قادرة اعمل حاجة. يومك كله من اوله لاخره عليك انت، واقع عليك كده. ده انت كمان بتقومي بدور العم والخال والخالة، ولو انت فاهم ان دي حاجة عادي يعني يا ست تتعوض ازاي. والحتة دي تاخدك بقى واصلة بالحتة التانية اللي عليها الدور اهي على طول، ان انا بعيد عن كل الاهل، بعيد عن كل الصحاب. وحقيقي دي من اصعب الحاجات، وخصوصا لو انت حد زيي متعلق قوي باهلك او مرتبط قوي باصحابك، الموضوع صعب. يعني سيبك من لحظات التعب اللي بتبقى يعني اكيد عايز حد معاك فيها، حتى المناسبات الحلوة، حتى عيد ميلاد ابنك، عيد ميلاد بنتك، مسرحية مجمعين فيها اولياء الامور. انا بروح الحاجات دي بزعل قوي. يعني انا عايزه اقول لكم، انا حضرت الحفل حمزة واسيل، تبص تلاقيهم تيتا وجده وعمه واخته الصغنطوطه ومامته وبابا رايحين كده جروب او واخدين صف كامل في المكان عشان يحضروا حاجه لهم. تبقى قاعد في وسط الناس كده، يعني قاعد عمال تبص العائلات جايه كامله عشان خاطر مناسبه صغنطوطه حلوه بسيطه. تبقى قاعد تبقى زعلان. على قد ما انت فرحان بابنك وفرحان بالمناسبه، على قد ما انت قاعد زعلان. انا اوقات بروح لوحدي كمان، يعني زوجي اوقات ما بيقدرش يجي معايا، مش كل المرات بيقدر يجي معايا فيها، بروح لوحدي، يعني بقى قاعده لوحدي كده. تفاصيل صغيره اهي مزعجه جدا. كنت محظوظة ان بابا لما جالي هنا في الشتاء اللي فات حضر معايا كونسرت، حفلة موسيقية كده لأسيل، وكانت حلوة قوي. كنت في قمة سعادتي انا وهو، واحمد جوزي كان موجود معانا برضه. وهو بابا بقى طبعا بيقدر الحاجات دي جدا وبينبسط بيها جدا، وكان بيفرح بالفعاليات بتاعة المدرسة، وان المدرسة لها دور كبير. منبهر بالمكان ويبص على المكان ويركز في التفاصيل، كنت مبسوطة بالتجربة جدا جدا وهو معايا فيها. الله يرحمه يا رب ويسامحه ويغفر له. الفيديو كول او الاتصال ده ما بيعوضش حاجة، ما بيعوضش اللمة. من الحاجات كمان اللي بحس ان هي تقيلة شوية في العيشة هنا، دايما حاسس انك بتجري. خد عندك بقى كم فواتير في الشهر كبير. الحياة منظمة بس ما بتستناش حد. الإيجار بتاع كل شهر، أو القسط بتاع بيتك كل شهر، التأمين الصحي بتاعك وبتاع ولادك بينخصم
كل شهر بسرعة بسرعة من الراتب، بسرعة انت ما بتشوفوش اصلا. الكهرباء، الانترنت، كريدت كارد اللي انت طول الشهر عمال تصرف منها دي ايه، محدش هيدفعها، ادفع. كل حاجة ليها ميعاد، كل حاجة ليها ديدلاين. هيفوتك يوم في غرامة. الحياة هنا ماشية بحساب، عايزة عينك تبقى في وسط راسك طول الوقت. هتسيب البلد هنا ونازل اجازة تقعد هناك بره شهر ولا شهرين، تعمل حسابك الفواتير دي هتندفع ازاي، تعمل اوتو باي، دفع تلقائي كل شهر، عشان لو فكرت تنزل في مرة وفاتك شهر بترجع تلاقي الحياة مقلوبة، تلاقي الكريدت سكور بتاعك مهزوز، عليك بينالتيز، عليك غرامات، حاجات متكنسلة. لا، لازم تبقى عينك في وسط راسك طول الوقت. فلما تقعد تفكر في إجابة السؤال اللي هي سألتهولي، ما ينفعش السؤال ده جاوب عليه بآي أو لأ. الحياة هنا مش أبيض وأسود، مع إن أنا أكتر واحدة بحب الأبيض وأسود. يا أبيض يا أسود، ما عنديش أنا الحتة الجري اللي في النص دي، ما بحبهاش. يا أبيض يا أسود، الحقوا ده الأوتفيت طلع ليه صدفة والله. بس هي فعلا الحياة هنا لا هي أبيض ولا هي أسود. يعني اليوم يبقى مليان نعم، شغل كويس، ولاد بيروحوا مدارس كويسة وبيتعلموا تعليم كويس، حياتك مستقرة، بتعرف تدفع فواتيرك والدنيا ماشية. بس في نفس الوقت انت حاسس بتعب وحاسس بوحدة. والطمأنينة ما بتجيش من البلد، الطمأنينة بقى بتيجي من عند ربنا. عايزين تعرفوا الحياة هنا شكلها ايه؟ الحياة هنا فيها استقرار، بس ما بيجيش من غير تمن. طبعا اصل هي الدنيا كده، يعني هي في حاجة من غير تمن؟ لو فهمت المعادلة دي اظن قوي نقدر نعيش وننجح فيها كمان. اكيد مش هقول لصاحبتي كل الاجابة الطويلة دي، هختصر لها واقول لها انه بحب الحياة هنا، بس طول الوقت برضو وحشاني حياتي القديمة. قولي لي رأيكم في إجابتي. بابا حبيبي اللي كان مصلح لي الجنينة بتاعتي. الله يرحمك يا بابا ويسامحك ويغفر لك. بس كده، اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. باي باي.